السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم ام وليد تلمسانيه. اليوم ان شاء الله ما جبت لكمش غير وصفه، اليوم وصفه وحكايه نتاع زمان. الحلوه كنا نعملوها بكل حب وبالنيه وتجمع كامل العائله على طابله واحده. حلوه من الزمن الجميل، بنتها ما تتنساش وكاين بزاف اللي يحبوها. وانا اليوم جبت لكم الوصفه الاصليه باش نعملوها. تبعوا معايا طريقه التحضير. اول حاجه نبداو بها، نجيبو زوج حبات بيض، نفصلو هذاك الصفر على البياض، نعملو هاد البياض تاعنا على جهه ونخليو الصفر باش نخدمو به. عندي هنا كاس ناقص أصبع تاع أو محمص ومطحون في الرقيق ما يعادل 100 غرام. عندي كاس سكر ناعم ما يعادل 150 غرام، وكاس زبدة بدرجة حرارة المطبخ ما يعادل 200 غرام، وملعقة صغيرة نتاع لافاني، وكيس خميرة كيميائية، والفارينة من بعد نقولكم شحال نعملو. نعملو هداك السكر الناعم على هداك الصفار البيض، ونزيدو عليهم قرصة نتاع الملح، ونزيدو هذيك الزبده تاعنا بهذه الطريقه. شوفوا هنا بالنسبه للسكر الناعم الوصفه الاصليه فيها 200 غرام، بصح انا باش ما يجينيش حلو بزاف معاكم تعرفوا نعملو فيه الشوكولا في التالي، عملت غير 150 غرام. وبالنسبه تاني للزبده اللي ما تعرفش تعبرها هايده بالكاس، تخاف ما تجيهاش نيشان، تجيبوا علبه تاع 250 غرام، تنحيو منها ملعقه كبيره وتعملوا كامل الكميه اللي بقيت لكم. كيما شفتوني كنت زدت هذيك لافاني ونخلطوا كامل المكونات بهذه الطريقه. شوفوا هنا ما تحتاجوا لا فوي لا باطو، غير بيديكم، وحاولوا تدخلوا كامل هذوك المكونات مع بعض. نعاود نمشيو نزيدوا هذاك الاو تاعنا بهذه الطريقه وندخلوه حتى هو مليح. شوفوا هنا الزبده كي تكون بدرجه حراره المطبخ تساعدكم بزاف في الخدمه، بصح لا كنتو عاملينها في الفريجيدار ماذا بيكم تجبدوها ساعه ولا ساعتين من قبل باش تطرى معاكم وتخدموها بكل سهوله. وهنا نعاود نمشيو نجيبو الفارينه. هنا عندي الكاس الاول، ونعاود نجيب الكاس الزاوج نحطو هايدا على جهه، ونعملو كيس خميره كيميائيه ما يعادل 10 غرام. واللي تخدم بالخماره نتاع الميزان تعمل 2 معالق صغار، ونخلطوا كامل هاد المكونات مع بعض. شوفوا هنا حاولوا تدخلوا هذيك الفارينه غير بالاصابع تاعكم، ما تعجنوهاش. شوفوا كامل العجين تاع الكاطو ما ينعجنش، طموه غير بالاصابع حتى تشكل معاكم عجينه طريه. انا بعد ما كنت عملت كامل هذاك الكاس الاول، عاود دوك نبقى نزيد نخدم بهذا الكاس الزاوج، والثالث نعاود نرفد منه نص كاس. هنا الفارينه الوصفه الاصليه فيها 300 غرام، بصح كل وحده والفارينه اللي تستخدمها، كاين اللي تدخل معاها 250 غرام، كاين اللي 280، كاين اللي 300 غرام، كل وحده والفارينه تاعها. على بها هنا ما حبيتش نعطيكم مقادير مضبوطه تاعها، سما هنا عينكم هي ميزانكم، دائما في العجين خص عينيكم هي ميزانكم. هنا كي تشوفوا العجينه تاعكم ولات بهذا القوام تحبسوا الفارينه. كيما انا دخلت لي 2 كيسان ونص. خاص تحصلوا على عجينه طريه وما تتلاصقش، هذا هو القوام اللي رانا نحوسوا عليه. وهنا نمشيو نقسموا هاد العجينه تاعنا على 2، نعملوا هذاك النص في ساشي باش ما ينشفناش، ونخدموا بالنص الاخر. وهنا جيبوا كيس بلاستيكي باش نحلو فيه هذاك العجين تاعنا باش تجينا طريقه سهله، وما نبقاوش نزيدوا الفرينه باش ما نيبسوش هذاك العجين تاعنا. نعملوا هاد العجينه ونعاود نزيدوا كيس من الفوق ونحلو بالحلال بهذا الشكل. كاين بزاف اللي ما يعرفوش يحلوا العجين تاعهم بهذا الكيس. شوفوا الطريقه كيفاش تعملوا، تقبطوا هذاك الكيس تاعكم بيد وحده وتحاولوا تحلوا هذاك العجين ثاني بهذه الطريقه. هنا كي يتمشى معكم العجين تعاود توليو تحلوه عادي، هنا من بعد يعاود يتمشى معكم بكل سهوله. وهنا السمك تاع العجينه تحلوها 5 ملم، هنا ما لازمش تعملوها خشينه على خاطر احنا عاملين فيها كيس خميره كيميائيه باش ما تنتفخش معنا في الفور. ونجيبو هذه اللي نقطعوا بها القريوش ونحاولوا نقطعوا العجين تاعنا بهذه الطريقه. هايدا هنا باش نعاود نقطعوا هذوك الاعمده تاعنا باش يجيونا متساويين بهذا الشكل. وهنا نعاود نحيو هذاك العجين. هنا حاولوا كي تنحيوه طموه غير هايدا، عاود عاملوه مع هذاك العجين الاول باش نعاود نخدموا به. شوفوا كي كنت نخدم في العجينه كنت عادي جدا، راني عارفه بلي نخدم حلوه من الزمن الجميل، كنت نخدم فيها بكل سرور. بصح كي جيت في هذه المرحله وبديت نشكل هايدا اعمده، ردتني هاد الحلوى لايام زمن وذكريات بزاف بزاف شابه. هاد الحلوى عندي معاها ذكريات ما تتنساش، كنا نعملوها بالفرحه والسرور ونمشي ونوجدوا هايدا المسطره باش نعبروا بها. على بها هنا حبيت نعبر لكم بالمسطره باش تخدموها كيما اللي كنا نخدموها بالطريقه نتاع الصح. شوفوا هنا السمك تاعها
العرض تاعها تعملوه 1.5 سنتيم، والطول تعملوها 7 سنتيم ولا 8 سنتيم. أنا ما نحبهاش طويلة بزاف، نحبها غير 7 سنتيم، هذيك هي. ونقطعو بهذا الشكل. هايدا أعمدة متساوية. هاد الحلوى الاسم تاعها أعمدة بالشوكولا والكاوكاو، هايدا مكتوبة في الكتاب اللي كنا نخدمو به زمان. نعاود نعبرو هايدا. شوفوا الطريقة تاعها ساهلة ماهلة وخفة تكملو. هنا لا كنتو زوج خفة تكملو هاد الحلوى تاعكم. وشوفوا لي هنا الطريقة كيفاش تنحيوهم. تعليو هذيك الساشي وتبداو تنحيو في هاد الحبات تاعكم. شوفوا هنا ما يتكسروا معاكم ما والو. راها الطريقة ساهلة ماهلة. هنا نحيوهم ونعملوهم في الصينية اللي نعملوها في الفوغ. وهاودي الكمية اللي عملتها أنا في هاد الصينية. نمشيو نجيبو هداك البياض اللي نحيناه في الأول من هداك الصفار، نعملو له 4 ملعقة نتاع لافاني باش ما تجيناش فيه هذيك الريحة، ونخلطوه مليح هايدا غير بالفرشيطة. هنا كي تخلطوه مليح كي تجيو تطليوه بهذاك البانسو ما يبقاش يعذبكم في الخدمة تاعو. هاو راه يطلع معنا بكل سهولة. ونجيبو كمية قليلة نتاع أو محمص ومطحون في الخشين. شوفوا هنا عملوه غير على حساب 2 ملاعق كبار، على خاطر أنا هاد الكمية عملت وبقات لي منها بزاف. ونمشيو نطليو كامل هادوك الحبات تاعنا بهاد الطريقة ونرشو عليهم هداك الأو. هايدا كيما راكم تشوفوا. شوفوا هنا عملوا غير بالحبات باش ما ينشفش معاكم هذاك البياض. هنا كي تعملوا 6 حبات عاود عملوا 6 حبات الاخرين عاود 6 حبات. هنا عملوا غير بالكميه. وانا هنا راني قاديه الفوغ تاعي يسخن لي على 180 درجه. نعملوا هاد البلاط تاعنا في هذاك الرف الوسطاني ونخليوه يطيب. هنا اللي عندها الفور تاع المروحه تقدي حتى هذيك المروحه باش يطيب لها ضربه وحده، ما تعاودش تقدي عليه من الفوق. واللي ما عندهاش طيبوه من التحت، عاود كي تشوفوا حمر لها تعاود تقدي عليه من الفوق غير شويه يعبي لها هذاك اللون الذهبي وتجبدوا. وهنا بعد ما كنت طيبت كامل الكميه اللي عندي، شوفوا اللون تاعها كيفاش جا. طيبوها بهذا اللون يجي هايدا ذهبي، ما تخليوهاش حتى تحمر معاكم بزاف. شوفوا لي الشكل تاعها كيفاش جا. وهنا تاني نعطيكم حل نصيحه، كي تخرجوا هاد الحلوى تاعكم من الفوغ عملوها في صينيه ولا في طبسي وعملوا حبه قدام حبه. ما ترميوش هذا على هذا، على خاطر تكون عاده طريه والحبات تاعكم يعواجوا معاكم. انا كاين شي حبات عواجوا معايا، نسيت باش نعملهم بشكل متساوي، بصح هاد النصيحه راني عطيتها لكم. ونجيبو هنا 250 غرام شوكولا بالحليب، ولا تحبوا السوداء ولا تحبوا تخلطوا النص بالحليب والنص سوداء، وتعملوهم هايدا بهالطريقه. هنا ما تزيدوا لها لا زيت لا حتى حاجه. هنا تجيبوا الحبات تاعكم وتعملوا كميه قليله في الوسط وتلصقوا حبه مع حبه. وانا هنا نكمل لصق كامل الحبات تاعي بنفس الطريقه. وبعد ما كملت كامل الحبات تاعي نعاود نجيو نغطسوهم بهاد الطريقه في هذيك الشوكولا اللي راها باقيت لنا. وبالنسبه للشوكولا انا خدمت بالوجدان. كيما نعرفوا الوجدان البنه تاعها ما شاء الله والقوام تاني بزاف بزاف شباب. ونكمل هاد الحبات تاعي كامل بنفس الطريقه. شوفوا هنا ما حبيتش نطول عليكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف. نتمنى تكونوا فهمتوا كامل الخطوات اللي وريتهم معاكم. ونعملوا كامل هاد الحبات ونخليوهم ينشفوا ونشوفوهم في طبق التقديم. وهذه هي حلوتنا من الزمن الجميل. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، وجات البنة تاعها تهبل. كامل اللي كانوا ياكلوها بكري راهم عارفين البنة تاعها كيفاش تجي. وشوفوا لي القوام تاعها كيفاش جات هشيشه وطريه وما تنشبهش. ان شاء الله كامل تجربوها بهذه الطريقه وتنال الاعجاب تاعكم، وتاني تعلموا وليداتكم الحلويات التقليديه تاعنا نتاع زمان. وهذه هي حبيباتي، ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه نتاع اليوم وتكون رجعتكم للذكريات الجميله. ونلتقي في وصفات اخرى قادمه ان شاء الله. سلام.